من المتابعة ينضم إلينا دكتور هاني بشير الخبير الاقتصادي. في البداية مرحبا بك. مرحبا فندم. نعم، الآن الاهتمام بشكل كبير هو على البيتكوين. لماذا البيتكوين في دائرة الضوء العالمية الآن؟ بص حضرتك، يمكن الفترة اللي فاتت هو اهتمام الرئيس الأمريكي ترامب بالعملات المشفرة. يمكن قبل الانتخابات الأمريكية بشهرين تقريبا، يمكن أعلن الرئيس الأمريكي قال لك عن سياساته المستقبلية. قال لك في حالة الفوز برئاسة أمريكا سوف أجعل أمريكا هي عاصمة الكون في العملات المشفرة. يمكن احنا جينا بصينا كده، يمكن بداية الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر لحد يوم 7، يمكن البيتكوين تحرك خلال اليومين دول حوالي 9367 دولار. يعني يمكن 14% تقريبا في خلال اليومين دول. يمكن خلال الشهر نوفمبر نفسه أيام الانتخابات ارتفع البيتكوين حوالي 49%. نعم. فأنا بعتبر إن الدعم الأكبر هو الرئيس الأمريكي. تاني حاجة طبعا حضرتك زي ما انت شفتي، تقلبات الأسواق في الفترة الماضية، الحروب الإلكترونية، بدأ بقى بعض المستثمرين يعمل تنوع في المحفظة الاستثمارية بتاعته، بدأ يخش في عملات مشفرة. يمكن أنا بالنسبة لي، يمكن بداية البيتكوين بدأت يمكن في يناير 2024، حيث أصدرت أمريكا بعض سنوات الاستثمار في البيتكوين. من هنا البيتكوين في دائرة الضوء. يعني اتفضل حضرتك. نعم، يعني بعد فرض الرسوم الجمركية واتجاه بعض المستثمرين على يعني الاتجاه للعملات المشفرة، ما هي توقعات حضرتك أيضا للبيتكوين، وخاصة يعني في العديد من الأشخاص الآن يعتبروا الذهب هو الملاذ الآمن، ولكن في أشخاص آخرين بيعتبروا بيتكوين أيضا هو الملاذ الآمن. تمام. بص حضرتك، في رحلة صغيرة كده هنمسك البيتكوين من 12 سنة تقريبا. يعني يمكن في يناير 2013 البيتكوين كانت ب 13 دولار. في خلال 5 سنوات من 2013 إلى 2017 ارتفع البيتكوين من 13 دولار إلى 18218. هنا فترة كورونا بدأت تنزل البيتكوين حتى وصل لمستويات، يمكن كان في رقم قياسي للبيتكوين عن 68,000. ده تقريبا في شهر 11 2021. 22 البيتكوين انخفض وصل لمستويات 15,000. زي ما قلت لحضرتك، البداية الحقيقية للبيتكوين هي بداية يناير 2024، حيث أصدرت طبعا أمريكا بعض سندات الاستثمار في البيتكوين. بدأ يرتفع البيتكوين حتى تولى ترامب الرئيس الأمريكي في شهر 11، بدأ يرتفع البيتكوين. يمكن من شهر 11 لشهر واحد البيتكوين ارتفع بمستويات قياسية، يمكن وصل حوالي فوق ال 49%. يمكن طبعا البيتكوين كان أعلى ارتفاع ليه كان حوالي 109,528. ده كان في شهر يناير. فيما معناه البيتكوين ارتفع بنسبة 63% خلال شهرين ونص، من شهر 11 إلى شهر واحد. نعم. طيب بعد بقى فرض الرسوم، وتوقعاتنا ايه الفترة القادمة في البيتكوين؟ طبعا البيتكوين يمكن الاسبوع ده يمكن ارتفع بشكل قوي جدا. يمكن الاسبوع ده ارتفع البيتكوين حوالي 12%. يمكن بداية الاسبوع تداول البيتكوين عند 84,641 دولار. يمكن وصل النهارده البيتكوين 94,499. يعني خلال يمكن الثلاث اربع ايام دول البيتكوين ارتفع 12%. طيب توقعاتنا ايه بقى؟ طول ما البيتكوين في المستويات ال 84,000 طبعا، دي يمكن مستويات قويه جدا ارتفاع البيتكوين. يعني احنا شفنا البيتكوين فوق 88,112، فالبيتكوين في منطقه مرتفعه ممكن يوصل مستويات 97,000 او 79 او 99 او 102. ولكن البيتكوين لسه لحد الان ما وصلش للرقم التاريخي بتاعه. في رقم تاريخي حوالي 109,000. امتى نقوله البيتكوين في مرحلة انخفاض؟ لازم ينزل تحت المستويات 64 74,000. لو وصلنا 74,000 ممكن نشهد مستويات انخفاض البيتكوين 71,000 و69 و66. ولكن البيتكوين حاليا في اتجاه تصاعد، يمكن وصل النهارده حوالي 94,000. اتفضل حضرتك. نعم. هل